أين كنت وقت حدوث جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب الحرام؟ ممكن تكتب لي في التعليقات أين كنت وكيف سمعت الخبر. أنا عن نفسي كنت في الاستوديو في قناة اليمن الفضائية، كنت أقدم برنامج اسمه صوت الشعب في كل يوم جمعة ضمن تغطية لتلك الأحداث الأليمة اللي كانت طبعا معروف أنها بتمويل من وتمت لماذا؟ لدمار طبعا البلاد والعباد والله المستعان. طبعا أنا كنت في الاستوديو أقدم هذا البرنامج، ووصلنا خبر الاستهداف لجامع دار الرئاسة. للأسف دخل بعض الزملاء الإعلاميين علشان يخرجون من الاستوديو ويجلسوهم، يعني عشان ياخذوهم دور البطولة بدلي. المهم فبسبب أنه كان لهم نوعا ما جزء من يعني صلاحيات إدارية، فللأسف خرجت من الاستوديو تحت يعني ضغط منهم. لأن بس استمريت بعدها طبعا، لكن سبحان الله في ذلك اليوم كنت على ثقة. هم كانوا مرعوبين للأمانة وكانوا خايفين، وسمعوا بخبر إنه ربما يكون قد توفي الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، لكن تلك اللحظة أنا لم يعني قلبي كان مطمئن، لم أشعر بذلك الشعور، كنت حاسة إنه بخير. تخيلوا إنه في تلك الجراح والشظايا في جسده والدم الذي ينزف من أذنيه بسبب التفجير، يقوم يسجل ذلك الصوت عشان يطمن الناس وعشان يتفادى أن يكون في سفك للدماء ويكون في يعني حرب أكبر، لأنه كان حريص على الدم اليمني. وأنتوا أكيد تعرفوا حتى اللي بيغالطوا أنفسهم. فشوفوا على شخصية وعلى زعيم بحجم وطن لما في هذه الحالة يسجل ذلك الصوت ويقول إذا أنتم بخير فأنا بخير، إذا أنتم بخير فأنا بخير. لليوم اشتهرت هذه الكلمة، وكل ما حد يقولها لحد يتذكر الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله تخشاه. ورغم أنهم سووا له أكثر من كمين، لكن رب العالمين نجاه لحكمة أنه هذا الرجل مهما سويتوا له، إذا الله هو اللي أراد أنه يأخذ أمانته حيأخذها الله سبحانه وتعالى، مش أنتم. رحمة الله تخشاه.